في اطار الالعاب الاولمبيه المقامه بباريس 2024. المنتخب المغربي غيدخل غمار هذه المنافسه مره اخرى، وذلك من بعد ما لعب مباراته الاولى والثانيه في دور المجموعات، الاولى امام المنتخب الارجنتيني واللي انتهت بفوز اسود الاطلس، والمباراه الثانيه مع المنتخب الاوكراني واللي انتهت بنتيجه 2-1 لصالح هذا الاخير. انتصار وهزيمه هي حصيله المنتخب المغربي في هذه المجموعه، وباقا كتسناه مباراه ثالثه واللي غتكون هي المباراه الفاصله للتاهل لاول مره لدور الربع النهائي، والخصم هذه المره غيكونوا نقاط ضعفه. شنو هي وضعيه المنتخب المغربي والمنتخب العراقي في هذه المجموعه؟ هادشي كامل وكثر غنعرفوه في هذا الفيديو. المنتخب المغربي من بعد ما تجرى على الهزيمه امام المنتخب الاوكراني، هزيمه اللي كتعتبر قاسيه بحكم ان المنتخب سيطر على المباراه طولا وعرضا، ولكن في الاخير ضد مجريات اللعب تلقاو اسود الاطلس الهزيمه من بعد ما كانوا على بعد خطوات قليله على ضمان التاهل بنسبه كبيره لدور الربع النهائي. ولكن هذا الشيء ما تاتاش للمنتخب المغربي، بينما المنتخب العراقي ومن بعد ما قدر ينتصر في مباراته الاولى امام المنتخب الاوكراني بريمونتادا، من بعد ما قلبوا تاخرهم الفوز، ما قدروش يكرروا نفس الامر ضد المنتخب الارجنتيني، وسالت مباراه العراق والارجنتين بهزيمه هذا الاخير بنتيجه 3-1، نتيجه اللي جمدت رصيد هذا المنتخب عند 3 نقاط فقط وخلته ينزل من الصداره الى المركز الاخير. بينما المنتخب المغربي ومن بعد هزيمته كذلك امام المنتخب الاوكراني كيكون رصيده في النقاط 3 نقاط فقط وفي المركز الثالث في هذه المجموعه، والمنتخبين بجوج مطالبين بتحقيق الانتصار من اجل ضمان مقعد في دور الربع النهائي في الالعاب الاولمبيه باريس 2024. قبل ما ندوزو نشوفوا طريقه لعب المنتخب العراقي، غنتحدثوا شويه على تاريخ مشاركات هذا المنتخب في الالعاب الاولمبيه وكيفاش قدر يضمن مكانه في اولمبياد باريس 2024. المنتخب العراقي عنده تجربه جيده في هذه الالعاب، بحيث قدر يشارك فيها 5 المرات من قبل، وهذه المشاركه كتعتبر هي المشاركه السادسه ليه في الالعاب الاولمبيه. اول مشاركه في تاريخ هذا المنتخب كانت في اولمبياد موسكو سنه 1980، وقدروا يحققوا انجاز كبير انذاك بالوصول لدور الربع النهائي من اول مشاركه فقط. ولكن ماشي هذا هو افضل انجاز لهذا المنتخب في التظاهر، بحيث في الالعاب الاولمبيه اتينا 2004 قدروا يوصلوا اسود الرافدين لدور نصف النهائي، ولكن للاسف خسروا في مباراه تحديد المركز الثالث وما قدروش يربحوا الميداليه البرونزيه. وفي نفس هذه الدوره كان المنتخب العراقي والمنتخب المغربي في نفس المجموعه، والمواجهه اللي جمعتهم انتهت بانتصار اسود الاطلس بنتيجه 2-1 في انتظار المواجهه اللي غتجمع ما بين هاد المنتخبين يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. المنتخب العراقي قدر يحجز مقعد لنفسه في الالعاب الاولمبيه باريس 2024 من بعد ما قدر يتجاوز التصفيات بنجاح، وهاد التصفيات بحالها بحال نظام التصفيات الاوروبيه والافريقيه، وهي احتلال احد المراكز الثلاثه الاولى في المسابقات القاريه الاقل من 23 سنه. وفي الحاله ديال المنتخب العراقي قدر يحقق احد المراكز المؤهله للاولمبيات بكاس اسيا الاقل من 23 سنه، فبعد ما قدروا اسود الرافدين من تصدر المجموعه ب6 ديال النقاط تاهل هذا المنتخب لدور الربع النهائي وقدروا يتجاوزوا عقبه الفيتنام في هذا الدور بنتيجه 1-0. ولكن الهزيمه هي اللي كانت كتسناهم في دور نصف النهائي امام المنتخب الياباني بطل هذه النسخه، وما بقى عند المنتخب العراقي حتى شي خيار اخر سوى الانتصار في مباراه تحديد المركز الثالث ضد منتخب اندونيسيا باش يمر للالعاب الاولمبيه. وفعلا هادشي اللي تاتى ليهم من بعد ما امتدت المباراه ديالهم الاشواط الاضافيه، وقدر المنتخب العراقي يوضع اسمه مع المنتخبات الاسيويه المشاركه في اولمبياد باريس 2024. المنتخب العراقي وبقياده المدرب المحلي رادي شنيشل اعتماده الكامل كيكون على خطه 4-2-3-1، ما عندوش مرونه تكتيكيه، بحيث ان في كل مباراه كيلعب بهذه الخطه وعنده استقرار على مستوى التشكيله بحكم انه كيمتلك مجموعه من اللاعبين الشباب واللي لعبوا مع بعضهم مباريات كثيره خلاتهم يكونوا منسجمين بشكل كبير. بالاضافه ان المدرب رادي قام بتدعيم صفوف المنتخب العراقي بلاعبين عندهم خبره في الساحه الكرويه بحال المهاجم ايمن حسين لاعب نادي الخور القطري حاليا، سبق ليه دوز تجربه قصيره في البطوله الوطنيه رفقه نادي الرجاء البيضاوي، الا انه فسخ عقده بسرعه مع هذا النادي بحكم عدم تقديمه الاداء المنتظر منه. ولكن ما يغركمش هذا الشيء، بحيث كيتعتبر هذا اللاعب عنصر صعيب التعامل معه خصوصا في الضربات الراسيه والنزالات الهوائيه بحكم القامه الطويله اللي كيمتلكها 189 سنتيمتر. هو من نوعيه اللاعبين اللي كينهيو الهجمه من لمسه واحده، حيث تهديفي كبير عند هذا اللاعب بالاضافه لتمركزه الجيد داخل منطقه الجزاء، وغيشكل خطوره كبيره على دفاعات المنتخب المغربي. اولا ضعف المنظومه الدفاعيه عند اسود الاطلس، ثانيا ضعف كبير عند المنتخب المغربي في النزالات الهوائيه وخاصه في الضربات الثابته اللي كتشكل خطوره كبيره على مرمى منير المحمدي. بالاضافه للاعب اخر عند المنتخب العراقي واللي يقدر يشكل خطوره كبيره على دفاع اسود الاطلس هو الجناح الايسر علي جاسي، لاعب نادي كومو الايطالي، لاعب شاب صغير في السن عنده فقط 20 سنه، كيمتلك مهاره كبيره في الاختراق ونقطه قوته هي النزالات 1 ضد 1، بحيث انه قادر بالمهاره ديالو والسرعه اللي كيمتلكها يراوغ المدافعين بسهوله. بالاضافه لنقطه مهمه وهي بالرغم من صغر سنه والمركز اللي كيلعب فيه،
الا انه عنده لمسه اخيره امام المرمى جيده، واكثر حركه كيكررها في كل مباراه هي الاختراق من الجناح نحو العمق وكيسدد مباشره نحو المرمى، اما تسديده بشكل قوي، وهذا الشيء اللي شفناه في مباراه العراق ومنتخب اوكرانيا في الهدف الثاني اللي جاب الانتصار للاسود الرافدين، او بتسديده بشكل دائري بحيث كيبحث على ركل الكره في زاويه بعيده على حارس المرمى. المدافع زيد تحسين مدافع نادي الطلبه العراقي، لاعب عنده نزعه دفاعيه كبيره، كيمتلك هدوء كبير داخل الملعب، ومن اهم مميزاته طول القامه ديالو واللي كتوصل حتى ل 93 سنتيمتر. بطبيعه الحال بحكم هذا المعطى فمن الطبيعي انه غيكون قوي في النزالات الهوائيه، وهذا الشيء صحيح بحيث في مباراه اوكرانيا فاز بجميع الصراعات الهوائيه اللي خاضها، وهذا الشيء غيخليه رقم صعب للمهاجمين المنتخب المغربي وخاصه سفيان رحيم، وغيخليه كذلك لاعب قادر يخلق مشاكل كبيره للمدافعين المغاربه، خصوصا ان لاعبي المنتخب العراقي كيعتمدوا عليه بشكل كبير في الضربات الثابته بحال الركنيات وضربات الاخطاء، وعنده ميزه قويه وهي التمريرات الطويله واللي كيلعب هذا المهاجمين في كل مره كيلقى الفرصه المناسبه، اما كيرميها وراء المدافعين وخاصة في جهة علي جاسم واللي هو بدوره كيجيد اللاعب وطلب الكرة خلف ظهر المدافعين، أو كيمرر الأيمن حسين اللي كينزلها لأحد الزملاء. هادو كانوا بعض أهم لاعبي المنتخب العراقي، وبطبيعة الحال ما كاينش غير هما اللي يقدروا يشكلوا صعوبة على المنتخب المغربي، بل كاينين العديد من اللاعبين اللي ما قدرناش نتكلموا عليهم بحال لاعب يوسف امين لاعب نادي اينتراخت كيشغل مركز الجناح الايسر، وابراهيم بايش لاعب نادي القوة الجوية العراقي اللي يمكن ليه يلعب في اكثر من مركز في وسط الميدان، ومصطفى سعدون الظهير الايمن لهذا المنتخب من نادي القوة الجوية كذلك، بالاضافه باقي الاسماء بقياده راديش نيشل واللي قلنا عليه سابقا انه كيلعب بخطه 4-2-3-1 في الحاله الهجوميه، بحيث انه ديما كيحاول يبدا الهجمه ديالو من الخلف ويخرجها من المنطقه ديالو نحو منطقه الخصم بكره سلسه، الا انه بعض الاحيان اذا لعب ضد خصم كيدير الضغط العالي ما كيقدروش لاعبي المنتخب العراقي الخروج بالكره بشكل سريع، وكيخلي معظم اللاعبين يوقعوا في بعض الاخطاء الفرديه واللي يقدروا يديو ثمنها غالي جدا، وهذه واحده من نقاط ضعف هذا المنتخب. بالاضافه ان منتخب اسود الرافدين في الحاله الدفاعيه كيتحول من خطه 4-2-3-1 الى خطه 5-4-1 باش يدير زياده عدديه في الخط الدفاعي ويغلق ما امكن المساحات النصفيه اللي يقدروا يستغلوها الخصوم ديالو، الا ان الكرات اللي كتكون خلف ظهر مدافعي المنتخب العراقي كتكون دائما صعيبه عليهم وكتشكل خطوره كبيره على هذا الدفاع، بالخصوص الا كانوا المهاجمين كيجيدوا طلب الكره من خلف ظهر المدافعين، وبطبيعه الحال سفيان رحيمي كيجيد هذا المعطى بشكل كبير. اما بخصوص نقطه قوه هذا المنتخب فهي كتكمن في النزالات الهوائيه، بحيث كيمتلكوا اغلب لاعبيه قامه عاليه اللي كتخول لهم يربحوا معظم هذه النزالات، هذا الشيء كيخليهم يلعبوا كرات عرضيه بكثره، خصوصا مع تواجد ايمن حسين كراس حربه، او في الضربات الثابته. في الحاله الهجوميه كيتزادوا لاعبين اللي طوال في القامه بحال زايد تحسين باش يشكلوا خطوره على مرمى الخصم، او في الحالات الدفاعيه اللي اغلب العرضيات والتوزيعات كيتم تشتيتها من طرف المدافعين، والحل في هذه الحاله هو لعب كرات ارضيه من الاحسن، بالاضافه الى جوده لاعبين المنتخب في طلب الكره خلف ظهر المدافعين، مع تواجد لاعبين اخرين قادرين يمروا الكره في احسن صوره ممكنه لواحد من هاد اللاعبين يقدر يخليه في حاله انفراد ضد الحارس، او على الاقل يقصي العديد من الخطوط واللاعبين بتمريره واحده فقط. بالاضافه انهم في حاله فقدان الكره كيقوموا لاعبي المنتخب العراقي بالضغط العكسي مباشره باش يفتكوا الكره من منطقه الخصم ونقصوا شويه الضغط على المدافعين. المنتخب المغربي ولا بغى يربح في هذه المباراه هو مطالب بتحسين دفاعه بشكل كبير، وخاصه من الجهه اليمنى اللي كيتواجد فيها اشرف حكيمي واللي كيخلي فراغات كبيره اللي كيساند الخط الهجومي. طارق سكيتيوي من بعد الخطا الفادح اللي قام به في مباراه اوكرانيا بالمبالغه في الهجوم وترك الدفاع معرض للهجمات المرتده، لازم عليه يتعلم من اخطائه ويصححها في المباراه القادمه، والا الثمن هذه المره ما غيكونش غير الخساره فقط بل الاقصاء. بطبيعه الحال حنا كجمهور متتبع ما غنتقبلوش هذه المره، خصوصا وان التاهل كان ما بين يدين وضيعناه بسذاجه، وان شاء الله يكون القادم احسن والمنتخب المغربي يحقق التاهل دور ربع النهائي. لازم على المنتخب يتعلم من اخطاء مباراه اوكرانيا ويستغلوا انصاف الفرص اللي كتجيهم باش يحققوا انجاز عمره تحقق في تاريخ كره القدم المغربيه. شنو هو الراي ديالك؟ واش المنتخب المغربي قادر على الفوز في هذه المباراه؟ وشنو هي توقعاتكم للنتيجه؟ بغيت نشوف الراي ديالكم في التعاليق.